عندي حائط مشترك على شكل حرف تي وعايزة ارصه بالطريقة الانجليزية. ودلوقتي هندرس حالة اللي هو لو عندك طوبة كاملة في نص طوبة هنتعامل معاها ازاي. انا عندي الطوبة الكاملة كنت بمشي على مبدأ مدماج شناوي مدماج ادية وبعد اول ادية احط كنيزة. طيب انا دلوقتي هعمل اول مدماج عندي اللي هو مدماج شناوي وعايزة اكمل حرف التي اللي هو الحائط المشترك نص طوبة. هنعملها ازاي؟ دلوقتي لو جيت تقطع وتبص من الجنب هتلاقي ان انت عندك ادية. طبعا انا هحوش الشناوي علشان اكمل حرف التي بتاعي. فهنلاقي ان في باين لي من الجنب ادية. فانا المبدأ بتاع نص طوبة اللي هو مدماج شناوي وبعد كده احط نص وكمل شناوي. فانا اوريدي عندي اللي هو الادية اللي هو النص هكمل شناوي. طبعا هيتبقى لي فراغ هجيب نص طوبة حسب الفراغ اللي عندي واحط الطوبة بتاعتي. ده كده اول مدماج، يعني انا كده عملت اول مدماج حرف التي اللي هو حرف التي اللي هو هنا الطوبة الكاملة وده مكمل معاك نص طوبة. الدور دلوقتي على اللي هو المدماج التاني. هنعمل المدماج التاني في الطوبة الكاملة. الدور على مدماج ادية وبعد اول ادية احط كنيزر. طيب سواء بقى اللي هو دلوقتي النص طوبة دي هعملها ايه؟ زي ما قلنا النص طوبة مش بتخضع للطريقة الإنجليزية. احنا عملنا اللي هو المفروض يعني ان هي مدماج شناوي وبعد كده نص وكمل شناوي. فانا اوريدي في المدماج الاولاني كنت عامله نص وكملت شناوي. الدور بقى في المدماج التاني ان انا هكمل كله شناوي. وكده نبقى عملنا اللي هو حرف التي الطوبة في النص طوبة. طبعا هاخد بالي ان اللحامات كده هتبقى مظبوطة جدا ومفيش لحام هتلاقي فوق اللحام لان احنا عملناها يعني باللي هو المبادئ بتاعه الطريقه الانجليزيه اللي هو بعد اول ادي احط كنيزر. لما هتيجي بقى تبص عليها من الواجهه سواء من تحت لفوق من اللي هو انت باصص دلوقتي من هنا هتلاقي ان المبدأ بتاع الطوبه الكامله اللي هو الشرطين بتوعي اتطبقوا. لو جيت تبص من الجنب ده على هو النص طوبه هتلاقي برضو المبادئ بتاعها اتطبقت.